اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيبي يا رسول الله، صباح الفل وصباح الورد وصباح التفاؤل، صباح الهنا على عيونكم احلى متابعين مطبخ سحر. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. بشكر الناس اللي دخلت عندي في القناة جديدة. بشكركم من قلبي، احلى متابعين. انتوا احلى ناس على راسي، احلى صحاب، احلى اخوات. بحبكم في الله، والله العظيم ربنا يعلم انا بحبكم قد ايه. حتى لو انا مش بشوفكم، بس انا بشكركم، بشكر اي حد بيحط لي لايك، بيحط لي كومنت بيفرحني. آه، كل الناس اللي دخلت عندي في القناة بشكركم بجد. انتوا على راسي من فوق، انتوا احلى متابعين في الدنيا كلها، بحبكم في الله. هتعملي ايه النهارده؟ والله العظيم انا لقيت ابني جايب لي اللي هو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. اولا انا اصلا يعني انا ما بجيبش، بجيب اللي هو السجق الاسكندراني ده، لان احنا عندنا ما باجي اعمل البيتزا بيحبوها قوي قوي، بيعشقوها بالسجق. فانا بجيب اعمل مثلا بالسجق، وبعمل باللحمه، وساعات بعملها بالفراخ. تمام. انا بقى لقيت ابني جايب لي بقى الطبق اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده، وبيقول لي انا اكلته في قلب الكليه، قومي بقى اعمله لي. المهم يا ابني يهديك يرضيك، جايبه منين ده؟ قال لي يا ستي بس قومي اعمليه، واعمله لي ببصل كده وظبطيه وفلفل الوان، وانا عايز حاجه كده اكلها غير الاكل اللي انت عاملاه خالص. ليه؟ في ايه؟ قال لي انا بصراحه عجبني وعايز اكله تاني في الكليه. بس في الكليه كانوا عاملينه يعني جايبه، كان معمول زي سندوتشات كده. المهم نصلي على النبي كده، مش وقتك خالص. احنا مش فاضيين نرد على حد خالص عشان احنا عندنا شغل. نعم. المهم جبت الفلفل بقى الالوان بتاعي اللي انتوا شفتوه ده، وبدات ايه اقلبه كده زي ما انتوا شايفين وزي ما الكتاب بيقول. دخلت المطبخ اول ما عملت اللي انا قلت لكم عليه ده. جبت البصل بتاعي والفلفل الالوان، اخضر اصفر احمر بنفسجي، المهم حطيته كده وقلبته. طيب انا بقى هاكل معاه، اعمل انا ايه بقى؟ قطعت الطماطم زي ما انتوا شايفين كده، شايفين. المهم انا ايه؟ هاكل معاه. خلاص بقى، وكان لو انا اكلت معاه بقى يقول لي هو مش كانش ما كانش عاجبك، ما كانش عاجبك. المهم انا هعمله بطريقه تانية خالص، هعمله من اللي هو عايزه وهعمل من اللي انا عايزه. تمام حد كده وتمام. تعملي ايه يا سحر؟ خلاني بقى ايه؟ إيه، جبته هنا بقى، حطيت معلقتين صلصة حلوين كده 3، ماشي، وحطيتهم برضو عشان ايه؟ نظبط الدنيا كده ونشيص الدنيا. وفي حاجة تاني، في حاجة تاني كده انا حطيتها. بصوا يا جماعة، المهم خلينا في المهم. هو انا عمالة في ايه اه رحت اجيب الفلفل الاسمر، حطيت بقى رشة فلفل اسمر كده، وحطيت الملح بتاعي، ماشي. في كده بقى ايه حاجه كده تركايه في الاخر كده انا هعملها. ايه هي؟ اما تيجي انا هقول لكم عليها. تمام. تفكرش يعني ان احنا بس اي حاجه هتقف قدامنا ولا اي حاجه خالص. اصبر بس عليا، ده انا هبهرك. اكيد طبعا هتتفرج على الفيديو وهتسمع الكلام ده كله. المهم بقى ايه؟ هو ده الطبق اللي اسمه ايه؟ اسمه سوسيه. بصوا والله العظيم 3، والله العظيم. هو لما جابه انا قعدت اضحك عليه، قلت له ده بقى انا مش عارفه ايه، لاني بصراحه يعني انا ما بجيبهوش، هعمل ايه؟ المهم إيه، بصراحه يعني انا لقيته بيتخرط معايا كده خرط زي ما انتوا شايفين كده. بس استنوا بس، هتلاقوني تفكيري راح في حاجه تانية. ايه هو؟ شايفين الحله دي؟ وشايفين
الفص توم اللي انا حطيته ده بقى التركية الاخرانية اللي هتنقل الحاجة دي، الصينية بتاعي ده او الطبق بتاعي ده في حتة تانية خالص 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 مولس كمان. هجيب المكرونة بتاعتي، انا عندي كيس مكرونة كده، اللي هو اللي والله ملك برضو اللي مختاره، مش عارفة فيه ايه بس. المهم جبت كيس المكرونة وهسلقه. ما انت مش هتاكل لوحدك، ما تفكرش يعني ان انت كنت هتاكل لوحدك يعني. والله لما يشوف الفيديو ده مش هيسكت. حطيت الملح وحطيت شوية زيت وايه، وبدأت اسلق في المكرونة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وايه هوارب كده الباب زي ما انتوا شايفين هوارب احنا ما تغطاهاش، لان لو غطت المكرونه وهي بتتسلق اعرفي انها تفور على البوتاجاز وتدهول الدنيا خالص. فانت لما بتيجي تستوي كده توربي الباب زي ما بيقولوا، توربي الغطا بتاع الحله. المهم حطيت، لقيتها كدلع شويه، رحت حاطه ملح. بصوا والله يا جماعه الكاميرا ظلموها، بصوا شمين، شمين الريحه لو كنتوا معايا وشمين. بصوا الجمال عدى الجمال، قبة عليا يا جماعة، قبة عليا، انا ماليش حل. الاكله دي سريعه جدا 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 يعني، اللي مثلا اللي مستعجله، او او مثلا يعني مش فاضيه وعايزه تعمل غدا سريع بسيط كده، هتجيبها وتعملها. وبصراحه هي مش غاليه قوي الاكله، مش مكلفه قوي. انت يا كريم لو دخلت عليا باي حاجه يا حبيبي انا راضيه بيها. بص بعد ما سلقت المكرونه، يا ترى سحر انت عملت المكرونه ليه؟ عشان انا المكرونه دي بقى انا بعشقها. عملت له برضو اللي هو عايزه يعني احنا راضينا الطرفين، دارنا بصوا انا بقى هجيب هنا بقى ايه الطبق بتاعي الحلو القمر ده، واحطه بقى على وش المكرونه بالصوص بتاعه بقى واوعى اوعى من وشك. يا سيدي يا سيدي، ما تفكرش كده، احنا برضو شيفات يعني، ما فيش الكلام ده. بصوا الجمال عدى الجمال يا جماعة، الجمال عدى الجمال. ايه رأيكم؟ الطبق بتاعنا كان خفيف قوي. بص الطبق التاني ده بقى لو هو بقى عايز ياكله بقى ايه سندوتشات ماشي، برضو ما حبناش نزعل الطرفين مع الزيتون المخلل ده بقى زي ما انتم شايفين كده. ايه رأيكم؟ الجمال عدى الجمال يا جماعة، الجمال عدى ايه الجميل.